السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة صيام الستة البيض. يوم من أيام الستة البيض. فماما عزمتنا. كانت عزومة جميلة جدا ولما جميلة، فحبيت أوريكم وأفرجكم العزومة بتاعت ماما. كانت عاملة لنا جلاش ورز بالشعرية ولوبيا وملوخية ولسان عصفور وفراخ محمرة. كانت عزومة جميلة، فلازم انتوا برضو تبقوا معانا في العزومة دي، تشوفوا عزومة ماما الجميلة اللي كانت عاملاها لنا. طبعا عملت لكم فيديوهات كتير عن الجلاش والاكل ده كله، فحبيت اشارككم معانا العزومة. شايفين هي دلوقتي بتحط اللبن على البيض عشان تحطه من على وش كده الجلاش، والملح ده اتحط على الرز، وبعد كده حطينا مية او شوربة. رز كان جميل يا بنات عشان معمول بالزبدة، رائع رائع رائع. تسلم ايديك يا ماما وربنا يخليكي لينا يا رب. الملوخية دي غسلناها وسيبناها تتهوى في مصفى، وبعد كده احنا بقى بنخرطها بالمخرطة بتاعتنا. هنا بقى كانت بتسقي الجلاش. وما ننساش طبعا في عزومة ماما لازم تعمل لنا شوربة لسان عصفور، لازم الشوربة دي مقدسة عندنا. واللوبيا بتاعت ماما بسم الله ما شاء الله عليها تحفة. الأكل ده بتاع الأم غير أكلك خالص، وأكل حماتك وأكل أمك هو دول رقم واحد. شايفين الملوخية بقى ماما هنا كانت بتخرطها لنا. تسلم ايديك يا ماما، ربنا يديك الصحة يا رب، وتلمينا كده على طول يا رب، كده في خير وسلام يا رب. والفراخ بقى حمرناها كده في الزيت او زبدة اهو. بصي كانت بقى نعمت الملوخية خالص عشان نحطها بقى على الشوربة وهي بتغلي كده على طول. دي الملوخية المصري بتنعم خالص كده بالمخرطة، وبعد كده نحطها في الشوربة بتكون بتغلي كده على النار، وفيها تومة وكزبرة، وبعد كده نحط عليها التقلية. قدمت لنا الاكل اهو على الترابيزة اهو. شايفين تمر هندي كان في ايديا اهو بوريهولكوا. بصوا الجلاش طلع تحفة كأنه زي الفطير مشلتت بالظبط ومخلل، ولسان عصفور ورز بالشعرية ولوبيا بسم الله ما شاء الله، وزيتون مخلل كانت مخلله جميل، وفراخ المحمرة. كانت عزومة تحفة تحفة تحفة. اتفضلوا معانا يا بنات، وكل سنة وانتم طيبين.